السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا الجمال بقى ده، النهارده جاي لكم فطير مشلتت مشلتت مشلتت، كأنك بقالك طول عمرك بتعملي فطير مشلتت. وممكن بعد كده تحطي عليه سكر، ممكن تحطي عليه بعد كده لبن، تاكليه بالطريقة اللي انت عايزاه، جوز هند، زبيب. عيشي حياتك، بس اهم حاجة اعرفك ازاي تعملي فطير مشلتت وانت مالكيش دعوة اصلا بالفطير المشلتت خالص، ولا للفرد ولا للسن ولا للعجن اساسا. هنشوف مع بعض. اولا هنجيب، انا عندي العجان شغلته، بس قبل ما كنت بجيب العجان هقول لكم انا كنت بعمل ايه، وطريقه سهله جدا تسهل عليكم العجن وتسهل عليكم كل حاجه. اول حاجه هنجيب 3 كوبايات ونص من الدقيق، وانا عندي جبت كوبايه ونص ميه، خدت معايا كوبايه ونص ميه دافيه، ومعلقه كبيره سكر ومعلقه صغيره ملح. ادي كل المكونات، هنحطهم بقى في العجان ونبدا نضرب فيهم وهما بيتضربوا. هقول لكم لو انتم ما عندكوش عجان زي كده قبل ما اجيبه كنت بعمل ايه. احط اول حاجه الميه وابدا اعجن شويه، ايدي توجعني، اسيبها واغطيها، اهم حاجه تغطيها وتسيبيها دقيقة. تروحي وترجعي تاني تعجني فيها حبة كده وتغطيها وتسيبيها وتروحي تاني، تفضلي رايحة جاية عليها كده براحتك خالص، على قد ما ايدك تساعدك، لان مش عايزين مجهود. بالراحة كده، كل ما هتسيبيها وتروحي وتيجي عليها هتلاقيها تتعامل معاكي اسهل، وبتبقى مريحة معاكي في العجن. اهم حاجه ان انت تعجنيها كويس جدا لغايه اما لو عجان تطلع من العجان كده زي ما انت شايفه، او لو انت بتعجني في حاجه تطلع من الحاجه اللي انت بتعجني فيها دي، عشان خاطر تبقى ملزقه. هتشوفي ازاي، وفي نفس الوقت تعرفي تتعاملي معاها، تبقى بتلزق. هنشوف دلوقتي الخطوه دي. وفي نفس الوقت بصوا بتلزق اهي، بس بعرف اتعامل معاها ومش ماسكه في ايدي خالص. اهم حاجه اما تعجني حبه وتغطيها وتسيبيها وترجعي تكملي تاني دقيقه، وترجعي تروحي وتيجي عليها كده مع نفسك بعد الغدا كده، تتسلي عليها كده، تتعشوا بيها، تعملي اللي انت عايزاه. بصي وسبتها ارتاحت شويه كده، نص ساعه، ساعه الا ربع، لغايه ما تحط ايدي فيها كده الاقيها ايه، ما بتردش تاني، يبقى كده العجينه ارتاحت. هنشوف بقى طريقه اسهل طريقه لفرد الفطير المشلتت، ولا هتعملي اي حاجه غير هي الفرده دي بس. هنفرد بس، نحط زيت او سمنه، اي حاجه تنضفي الرخامه بتاعتك، اهم حاجه تجيبي مكان واسع. رخامه تجيبي بقى، ترابيزه السفره، ترابيزه الولاد اللي بيذاكروا عليها، اي حاجه عندك. لو العجينه دي كبيره عليكي ممكن تقسميها على 2 وتعمليها فطيرتين، مفيش مشكله. المهم تفردي بالطريقه اللي انا هوريها لك دي، بحيث ان انت تشوفي الحاجه اللي انت بتفردي عليها، تفضلي تفردي في العجينه لغايه ما تلاقيها رقت خالص، وشفتي الحاجه اللي انت بتفردي عليها من تحت، علشان خاطر ما تبقاش عجينه تخينه معاكي. افردي اهم حاجه من جوه ومن بره كده. بصي الرخامه بانت ازاي. لازم تفردي وتجيبي بقى بالسكينه. خلاص على كده احنا المفروض بقى تحطي السمنه دلوقتي قبل ما تقطعي. لو انت لسه ما قطعتيش تحطي السمنه دلوقتي. هنشوف بقى التقطيعه من فوق كده، وزي ما انت شايفه كده قدامك كده هتقطعي بالطريقه دي. هنحط السمنه، انا كنت نسيت احط السمنه قبل التقطيع، بس هحطها مفيش مشكله، هي السمنه حطيتها اهي. هتجهزي جنبك بقى ايه، نص كوبايه سمنه، كوبايه الا ربع سمنه، هي دي اللي هتستخدميها في الفطيره او الفطيرتين اللي انت هتعمليهم بالعجينه اللي احنا عملناها دي، او بكميه الدقيق اللي احنا عملناها دي. هتتني بقى من فوق هنا الطريقه بقى اللي انت عايزاها، هتتني بقى من فوق ومن تحت من الجنب. المهم كل يعني جزء هتحطيه على الجزء التاني يكون مدهون تحته، ويكون مشدود على الاخر كده، ما تبقوش معجن. تفردي العجينه كده وتبصي وتحطيها مفروده، تحطي تحتها سمنه وفوقها سمنه. اهم حاجه في العجينه او الفطير المشلتت عشان يطلع معاكي حلو، اهم حاجه تكوني دهنه سمنه فوق وتحت، والفطير العجينه مفروده في ايدك كده وانت بتتنيها وانت بتقلبيها كده. بصي كل اللي انت هتعمليه هتطبقي، تعرفي تطبقي، كأنك جايبه قميص وبتطبقيه الدراعات، وبعد كده الرقبه، وبعد كده تتني الصدر على البطن، وهكذا. تفضلي تتني 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 كده لغايه ما تخلصي العجينه بتاعتك كلها. بصي اهي خلاص لغايه اخر حته، برضو بتدهني فوق وتحت سمنه، وبتفردي العجينه قبل ما تحطيها على اختها وتطبقي كده. وبعد كده تروحي مكوراها كوره كده، مفيش اسهل ولا اسرع من كده كده، فعلا فعلا. اهي حته السمنه بقى، هنجيب الصينيه وندهنها كلها سمنه حلو كده كويس، واروح حاطه فيها العجينه. افردها حبه كده هلاقيها مش بتفرد معايا طبعا لان اشتغلت فيها. اروح حطها ومغطياها بقى عشان خاطر ترتاح حبه. هاجي احط عليها اي فوطه هتلزق، والسمنه اللي فيها هتطلع في الفوطه وهتشربها. رحت حاطه كيس بلاستيك عليها كده مرفوع كده عشان ما يلزقش فيها. وبعد كده افردها بايدي بقى، اتفردت معايا اهي. بصوا الجمال، مفيش بقى اجمل ولا اسهل ولا اسرع من كده. وانتي قاعده بعد الغدا كده في الروقان كده تعملي لهم فطيره مشلتته، تروحي قايمه بعد كده حاطه لهم عليها سكر. بصوا هي في الفرن بدات تقبقب ازاي، تعرفي ان هي ما شاء الله ناجحه معاكي ومورقه. بصي بقت عامله ازاي، ما شاء الله، بدات تاخد لون اهي. وهنشوف بدات تاخد لون من تحت كمان. خلاص كفايه عليها كده بقى اهي، خدت لون من تحت ومن فوق، مية مية. بصوا طالعه لونها تحفه.
عايزاها بقى مقرمشه وجميله كده، قطعي وكلي وهيسي. عايزاها طريه زي ما انا عملت بقى، رحت جايبه لها كيس ورحت حطاها جوه الكيس وقافله عليها عشان خاطر العرق بتاعها والسخونيه يطريها. شايفين؟ مقرمشه وجميله اهو. الكيس اهو، طبعا ما ينفعش تحطي عليه فوط في المرحله دي خالص. هنا هنحط الكيس بقى بلاستيك ونقفل عليها علشان خاطر تعرق وتطرى بين العرق بتاعها. السخونيه هتطلع عليها بخار ميه وهتلاقيها طريت. هنجهزنا سكر البودرة اهو والاطباق بقى، ويلا بقى نحل بقنا. ما شاء الله والله طلعت اجمل مره اعمل فيها. بصي طريه جميله ازاي، وما اطلعها من الكيس طريه ازاي، طريت معايا لان حطيتها في الكيس قفلت عليها. مفيش ولا اي حاجه خالص، كان الواحد شايل هم الفرد والعجن طلعت حاجه بسيطه جدا. تعرفي بس الخطوات وتمشي عليها واحده واحده كده، هتبصي تلاقي نفسك استاذه رئيس مش فطير مشلتت، استاذه ورئيس قسم كمان. بصي الجمال ما شاء الله عليها، طريه ومقرمشه ومورقه وما شاء الله من كله. بصوا التوريقه بتاعتها تحفه ازاي، بصوا الجمال. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. بصوا مورقه يعني. انا كنت عملت فطير مشلتت قبل كده على القناه برضو، بس بطريقه غير دي كانت يعني. تعملي بقى فطير قطع قطع كده او فطاير وتحطيهم فوق بعض وبعدين تفردي. دي طلعت اسهل واحسن وما فيهاش مجهود خالص. زي ما شفتوا كده، اخرك تفردي العجينه وتطبقيها كانك بتطبقي قميص كده مكوي. ما شاء الله عليها، سهله 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 وطريقه مضمونه. وما فيش بقى يعني قومي بقى دلوقتي يلا هاتي شويه الدقيق اللي عندك وملح والسكر، مش هتعملي اكتر من كده. وانا بعد ما عملتها ولقيت شكلها كده وحطيت السكر، قلت لا والله ده عايزه لها شويه لبن. هجيب لبن منين؟ لقيت عندي كيس لبن في الفريزر، قلت يلا هي خلاص بقى حكمت ناكل فطير بالسكر وباللبن. وما جاش بالي كمان احط جوز هند وزبيب، والله كان في التلاجة جوز هند وزبيب. كانت بقت كانها فطيره من عند الراجل الفطاطري. وشوفي بقى الفطيره دي بتشتريها بكام. وشوفي انت يعني بصي احنا اخرنا كوبايه نص كوبايه السمنه او كوبايه الا ربع سمنه اللي استخدمناها. ما استخدمناش، لا هتقولي بقى دي ولا سكر ولا ده، معلقه ومعلقه. وشويه الدقيق نص كيلو دقيق، ما كلفتناش اي حاجه غير هما شويه السمنه. شوفي انت بقى عشان تشتري كميه الفطاير اللي انت شايفاها قدامك دي، تعتبر كام فطيره اللي هتشتريهم، بيتكلفوا كام وبتدفعي لهم كام. وشويه اللبن كانوا في الفريزر، يعني هتشوفوا دلوقتي حبه لبن في كيس كده، ما اشتريتلهاش حاجه مخصوص يعني. فانت بيتك اكيد مليان خير، استخدميه واستغليه على قد ما تقدري وطلعي منه كل اللي نفسك فيه. اهو شويه اللبن بصوا والله. لسه بقول لكم البيت ما شاء الله يعني، الحمد لله الحمد لله على رغم الغلا اللي احنا فيه. بصوا شكلها تحفه وطعمها كان تحفه وسهله وجميله جميله جميله بجد يعني. فيلا تشجعوا كده وقوموا واعملوا، وما تقولوش الدنيا غاليه ولا الحاجه هنشتري بكام ونعمل بكام. الحمد لله ايدك فيكي، واحده واحده كده. وان شاء الله اللي وصل معايا لغايه هنا يكون حط لايك، يكون الفيديو عجبه. وان شاء الله تكتروا اللايكات عشان الفيديو كله يشوفه ويشجع، لان فعلا الفطير مشلتت ده مش الكل بيستسهل يعمله. الطريقه دي سهلت علينا كلنا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم فيديو جديد على قناه حودتنا كيتشن، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله عليه، تحفه تحفه تحفه. اللهم صل على النبي، والله فعلا تحفه تحفه تحفه. اللهم صل على النبي. يلا قومي الشجاعة بقى واعملي بقى ان شاء الله. اشوفك فيديو جديد تكوني حطيتي لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.